علاقة هذا الحفل بالماسونية وباليهود كمان يعني تحديدا زي ما اتقال في الأيام الماضية؟ مين اللي نظم الحفل؟ مين اللي وافق على تنظيمه؟ ايه الهدف منه؟ ومين كمان اللي لغاه؟ وكان في يهود ولا ما كانش فيه؟ مين المدعوين بالظبط؟ معايا الاستاذ هشام محمد حسني مدير الشركه المنظمه للحفل. اهلا يا استاذ هشام. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ومعايا الاستاذ احمد حسن مصمم لوجو الحفل اللي كان فيه كمان كلام عن هذا اللوجو، ان اللوجو بيعبر يعني عن الطقس او الطقوس اللي كانت ستجرى حول الهرم. اهلا بك استاذ احمد. اهلا وسهلا بحضرتك. كان بيقول بيان من الشركه ينفي مزاعم الحفل الماسوني ويذكر كل الحقائق. عايز اعرف الحقائق ايه؟ ده كان حفل ماسوني ولا لا؟ مفيش اي علاقه بالحفل بتاعي باي ديانه ولا ماسونيه ولا يهوديه ولا اي ديانه، لان الحفل بتاعي مفتوح. يعني ايه؟ يعني انا ما بعتش تذاكر، انا الشركه المنظمه، انا صاحب الفكره اللي هي هاك ذا بيراميد، لايت ا كاندل، سند احضن الهرم، نور الشمعه، send love message to all the world. ابعت رساله حب للعالم كله for better to know. من اجل غد افضل. دي ملهاش اي علاقه باي دين. لما نقول ماسونيه يعني يدي ايحاء ان حاجه مقفوله، يعني زي ما قالوا كده دعت 1200 يهودي وهيحتاجوا. بس حضرتك اكيد يعني يمكن بالتاكيد على الاقل حتى لو ما قريتش الكتاب، لكن عارف الماسونيه ما هياش دين، لكن ممكن عضو مسيحي، عضو يهودي، ممكن عضو مسلم. فهي الشمعه دي مع الوقفه هي اللي عملت الايفنت. لكن انت بتقولي ان الفكره يا استاذ هشام هي فكرتك تماما. ما فيش حد يعني مش بالتنسيق مع حد ولا انت ليك شركتك ليها الفرع الاساسي في المانيا، مظبوط؟ هي ليها فرع واحد، هي الشركه ليها فرع واحد. هي شركه المانيه وانت الفرع المصري ولا ايه؟ لا انا صاحبها. انت صاحب الشركه، شركتك في المانيا، ما عندكش هنا اي فرع او حاجه؟ ليا وكيل. ليك وكيل هنا؟ ليا وكيل بيتعامل معايا. طيب برضو ارجع واقول عايز اعرف ايه موضوع الماسونيين وليه الكلام اللي انتشر طبعا وعلى اساسه تم الغاء الحفل انه ده كان حفل الماسونيه، وليه 11/11/2011 اللي هو اعتقد انه المفروض ان ده حفل بيدعو اليه الماسونيين بقالهم سنوات وسنوات. هل هي مصادفه؟ لا هي مش مصادفه، بس اعتقد يعني انا عشت في المانيا كتير، فانا بسوق للاوروبيين. انا اعتقد لو حضرتك سالتي 100 واحد في اوروبا 11/11/11 هيرتبط معاك بايه؟ هيقول لك حدث واحد اللي هو يوم السلام والحب. مش كلام تاني يوم الشر اللي هو اليوم اللي بيفتح فيه طاقه الشر. انا اتحدى يعني لان هو اليوم ده اللي اتمضت فيه معاهده السلام بنهايه الحرب العالميه الاولى، فهي اتمضت في اليوم الساعة 11 من يوم ال11 من الشهر ال11. الإنسان العادي ما عندوش معلومات عن الماسونية. الماسونية دي حاجة مقفولة، يعني ما أعتقدش أي واحد ممكن يقرأ في الجورنال عن الماسونية وحكاية 11/11 إنها بترتبط بالشر، دي ما كانتش عندنا. إحنا الأول فكرنا إن إحنا نعملها فعلا اللي هو يوم السلام ويوم كده، بس لما بنشتغل علشان نخاطب جنسية معينة لازم نعرف هي بتفكر ازاي. انت ما كنتش بتخاطب جنسيه معينه؟ انت كل الجنسيات حتى المصريين كمان. بنشتغل 90% من شغلنا اللي هو في اوروبا. فاحنا خفنا بس لما نكتب 11/11 يوم السلام وعهد السلام وكده، وانا شركتي المانيه وهنجيب الماني وانجليز، فيعني ايه ده ممكن يبقى فرحان قوي وده يمكن يبقى زعلان بسبب الحرب العالميه. يعني طبعا كنا بندور على رساله مقفوله يعني. وانا حتى استاذ احمد هو اللي كان بيكتب الحاجات دي معايا، فانا منعته تماما يكتب اي حاجه فيها سبورت ايجيبت، فيها هيلب، فيها اي حاجه يكون فيها رساله ساعدونا او تعالوا عشان احنا محتاجينكم، لكن حاجه انها رساله حب. تمام، رساله حب. طيب مصمم الشعار هو الاستاذ احمد، وهو ده الشعار، وزي ما احنا شايفين هو موجود كمان عندنا صوره او نسخه منه. الشعار احنا شايفين الهرم وطالع منه النور، يعني هذا النور اللي لونه ذهبي يعني زي طاقه كده من النور. قول لي على اي اساس صممت هذا الشعار؟ يعني بالتاكيد كان ليك اسباب معينه علشان خرج بهذا الشكل. تمام. انا كانت فكرتي في المقام الاول ان الطاقه اللي هتخرج من البلدين او السند او اللف اللي هيخرج من الناس اللي واقفه تحت الهرم، طاقه الحب اللي هتخرج من الناس هتتجمع عند نقطه الهرم وتنتشر حوالين العالم. فالناس اللي هيبقوا واقفين هيبقوا كتير جدا، الطاقه هتكون كبيره وهتغطي العالم كله. ده اللي انا كنت بحلم بيه وده اللي انا صورته في الصوره عندي. الطاقه كبيره وهتنتشر حوالين العالم.
زي ما واضح في الصوره. طيب انا بس عايزه، ده الفلاير بيقولوا عليه فلاير او هو زي بيبقى اعلان يعني، ده الاعلان اللي احنا بنعمله عشان تمام اعلانات اللي هي بتتوزع لهذا الحدث. انا عايزه بس اقول هنا حاجه، وعايزه اعرف مين اللي كاتب الكلام. في هنا في الخلف مكتوب هو بالانجليزي بس انا هحاول اترجمه كده سريعا. دعوة للناس انهم ييجوا يكونوا موجودين في الجيزة عند الهرم علشان during meditation اللي هو يعني طقوس معينة يعني. المديتيشن هو التأمل كويس زي اليوم كويس ان هو هيبقى فيه تأمل نرسل من خلاله طاقة من الحب energy of love. لكن في جزء بتقول those who cannot personally participate in this event، اللي مش هيقدروا يشاركوا بشكل شخصي في هذا الحدث، مش هيقدروا يجوا بجسمهم يعني لهذا المكان، can join this process، يقدروا يشاركوا في هذا الحدث by mentally sending the energy of love، بان هم يرسلوا من خلال ذهنهم طاقة الحب في اتجاه الهرم الأكبر في هذا اليوم الخاص. ده كلام يعني مش مفهوم. مين اللي كاتب الكلام؟ يعني طب مفهوم ان الناس هتيجي، حضرتك قلت علشان نظهر للعالم مصر وننشط السياحه ونرسل رساله حب من الهرم، لكن لما يبقى في كلام هنا في الدعوه ان اللي مش هيقدر يحضر يقعد في بيته ويرسل طاقه الحب من خلال ذهنه في اتجاه الهرم، دي بتبقى شويه ليها علاقه بالطقوس او بمعتقدات او مش عارفه. هو الشخص اللي مش قادر ان هو يذهب الى الحج او يروح يزور الكعبه، ان هو يقف قدام صوره واشتياقه للمكان دوت، مجرد دعائه هيكون مستجاب. هو اشتياق لهذا المكان، بس ده مش حج يعني. احنا بنقول ده مش طقس ديني، ده مش طقس ديني يعني. انا ما بقولش ده طقس ديني، احنا بقصد يعني انا بسال من الممكن تكون النيه فعلا زي ما بيقول استاذ هشام نحن نوصل رساله حب من المكان وانه يتصور ده والاعلام يغطيه، لكن انك انت تقول للناس في الدعوه اقعدوا في بيتكم وارسلوا طاقه الحب دي باذهانكم وفي اتجاه الهرم ومش ايه، ده مش يمكن يخلي الناس تشك شويه وتتجه ناحيه فكره انه ده طقس ماسوني. عايز اعرف انتوا خدتوا الموافقات من مين يا استاذ هشام؟ هيئه تنشيط السياحه. أنا معايا الدكتور عبد الحليم نور الدين أمين عام المجلس الأعلى للآثار سابقا. أهلا بيك يا دكتور عبد الحليم. رأي حضرتك في الحفل ده إيه؟ ومدى صحة الكلام إن هو كان حفل للماسونيين وحفل لليهود، والأستاذ هشام بينكر كل الكلام ده. أستاذ هشام طبعا رئيس الشركة المنظمة للحفل. يعني طبعا احنا لابد أن نحترم كل الآراء، لكن احنا عندنا تجربة نهاية عام 2000 وبداية الألفية الثالثة وما جرى من قبل وزارة الثقافة وميشيل جار واحتفال ماسوني بحت، يعني ليس في هذا من شك. يعني هي طبعا عندهم عقيدة الماسونية عندما اجتمعوا مع الصهيونية ابتداء من 1871 ثم اجتمعوا مرة أخرى اللقاء الحاسم 1931. عندهم نبوءة بتقول كنا نحن البناؤون في الزمن القديم، أظن في مصر طبعا بنوا الهرم، وعندما تستقر القمة الذهبية فوق الهرم الأكبر فإنا العائدون. أنا عاوز بس زميلي الفاضل راعي الاحتفالية وأكيد هو بيشوف الدولارات أكثر مني، يبص في الدولار الواحد في ظهر الدولار الواحد $1 يعني الهرم تنفصل عنه البيراميد أو البندن أو القمة الهرمية، وفي العين في البندن ده في القمة الهرمية، وفي طبعا قرص الشمس او الشمس تشع ايمانا او استمرارا لما قاله ميشيل جار من احلام الشمس ال12. لما تصور انه بيضحك علينا وانا راجل بقالي في الاثار 45 سنة، اذا كان قد فات على وزارة الثقافة انذاك او المسؤولين او الذين لا يعلمون، ما فيش حاجة اسمها احلام الشمس ال12. هو اراد ان يقول اسباط اليهود ال12، والاسباط هم حكماء مش حكام، هم حكماء اليهود الشهيرين في عهد سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهما السلام ابان مملكة العبرانيين. فهو القناعة الداخلية اللي موجودة انه عندما تستقر القمة الذهبية فإنا لقادمون. احنا الحقيقة بحاجة الى سياحة. لقادمون يعني هيرجعوا مصر تاني؟ طبعا ده بيقولوه بقالهم، لان هم بيؤمنوا هم اللي بنوا الهرم مش كده؟ هم اللي بنوا الهرم، وهم لا وجود لهم الا بعد الهرم بحوالي 1800 سنة بشكل جالية صغيرة موجودة مستقرة في اماكن متماثلة، لكن اكبر هذه الجاليات كانت في جزيرة اليفانتين في اسوان، وكانوا من الهرميين. وانا لما كنت رئيس هيئة الاثار
في وقتها كنت برمم في جزيرة الفانتين مع رملنا اثار مصرية ورملنا اثار الاراميين اللي هم بيعتبروا اليهود يعني. طالما انه لدينا شك انه 1200 بيجوا دفعة واحدة اذا كان الرقم صحيح، انا كل الاعلاميين اللي كلموني على اساس انهم قدامهم النت وقدامهم الفيسبوك وبيقروا الارقام. اذا كان 1200 ثم برنامجهم قاصر على الهرم، ربما يصحح لي الزميل المسؤول الذي نظم وبتنظم شركة رئيسية ومجموعة شركات وجايين فقط للهرم، ليسوا عباد الشمس اللي بيدخلوا الهرم اللي هم ال10 ال15، وانما 1200 عشان يقيموا طقس معين او احتفالية معينة. فده بيؤدي الى الشك، ليه ما بيروحوش الاقصر؟ ليه ما بيروحوش اسوان؟ ماذا الهرم؟ يعني هو ده السؤال. طب دكتور عبد الحليم، هو الاستاذ هشام اولا بيقول انه ما حدش يقدر يجزم ان هم 1200 يهودي لانه معظمهم اوروبيين وبالتالي هناك ما فيش خانه ديانه. يهودي ممكن او اوروبي، اي مش شرط يهودي يعني. يعني انا ما قلتش انه هي القضيه قضيه الصهيونيه والماسونيه. اولا لازم نكون عارفين ان الفري ميسونري اللي هم البناؤون الاحرار ده تنظيم اقوى تنظيم في العالم، مجموعه عقول تحكم العالم من اول امريكا لغايه اي بلد في افريقيا او في اسيا فقيره يعني. بس اللوجو اللي اتعمل على التذكره هي 11/11/2011 يعني 11 رقم 11 قد يعني الله سبحانه وتعالى، ثم كما يفسره البعض ثم في مقابله او مواجهه ربنا سبحانه وتعالى الشيطان او